هاد القصة اللي نعاود لكم اليوم غتجيكم في شكل كيفاش حارس امن يسرق بنكة ويخدم الموظفة كخدعة باش يسرق بنكة وغيدي منها 300 مليون. هاد الفيلم هذا ولا هاد القصة هادي اللي غتخليكم طايحين شوية وما تعرفوش كيفاش دار لهاد خونا هذا، كيفاش السيكوريتي يقدر يدير هاد الفعلة هادي. معكم ساحة الليل، متنساوش ديروا ابوني اخوتي، ماشي ديروا لا ابوني لا والو. وما تنساوش واحد الحاجه، باللي انا فاش نكون تنعاود شي قصه راه ماشي نفلتري والو في هضرشي. دونك الدراري دعمونا بالشكل الكافي. معكم ساحة الليل عاوتاني، ديروا الكيد ديالكم سيروا شي بلاصه زوينه. مرحبا بكم اخوتي. كانت 3 ديال الليل تقريبا وانا مريح نسمع الغواش في الزنقه. غواش وماشي غواش، غير هضره ولكن بصوت مرشافع. فاش طلعت من الشارجه تيبان لي الوالد تيهضر مع واحد 3 ديال الرجال كبار. انا قلت غير صحابو ما ديش ما جبتش. دخلت الكوزينه باش نشرب كاس ديال الماء. في الرجعه شي سمعت 3 ديال القرطاسات تيخرجوا. هذيك 3 ديال القرطاسات طيحت الكاس من يديا وخرج. شي نجري ما عرفتش راسي باش تبليت. كيبان لي الوالد طايح وديك خوتنا غادي يجريو للطاكسي ديال الوالد. جيت ديريكت عند الوالد وبقيت شاد فيه وشنغوش. ما عرفتش هاد المصيبه من جاتني. الوالد في يديا وانا ما فاهم والو. هبط منه الدم بزاف وتخلعش عليه. فهاد اللحظة راسي شوك وما بقيتش عارف ما ندير. بديت كنعيط للدار، عيطت للوالدة والوالدة شحال غوتش خرجوا. الوالدة بدات تغوت في الزنقة تجمعوا الناس. هنا خوتي الوالد ديالي كياخد الانفاس الاخيره ديال الصبع الفوق وبدا كيشهد. هاد اللحظة عرفت شو غيموت. الدنيا وقفاش عندي والغواشات ديال الناس والوالدة، واحد الديكور اللي ما بغاش يتفهم ليا. وانا ديجا عمري مات لي شي واحد في عائلتي. دازو واحد 2 دقايق وما يجيو البوليس طوقوا البلاصه كامله، خلاو حتى شي واحد يدخل المنطقه ديال الجريمه. انا ما قدرتش نقول للوالده شنو طرا، شكون اللي قتلو. جاو البوليس وبداو شي يسولوا الناس، كيديو واحد فينا كيسولوهم على شنو طرا وشكون اللي قتل مول الطاكسي اللي هو الوالد بمكحله. وديك الوقيته بالضبط ما كان السلاح موجود، قليل اللي عنده ولا كان عندك تيكون بالرخصه. بقيت ساكت بزاف وانا مشي عند الوالده ليها راه هادوك 3 اللي هربوا راه كان معاهم واحد تيكون مع الوالد. مشيت انا والوالده للكوميساريه باش نقول لهم هادشي اللي كاين. سولوني شنو وقع داك النهاريات وعاودت لهم شنو كاين. لهم سمعت 3 ديال القرطاسات وكانوا واحد الناس يدويو معاه، وواحد فيهم شنعرفو تيكون مع الوالد. من هبطت لقيت الوالد ديالي الله يرحمه. هذاك الراجل اللي كان مع داك خوتنا اللي قتلوا الوالد باقي عاقل عليه مزيان. كان عنده لحية شوية وكان اسمها مرشوي. الملامح ديالو الى شتو نعقل عليه. هنا بدات المدة كدوز ودازو ايام وايام وانا درت الحقدة اللي كنقلب على داك خونا اللي قتل الوالد. ما خليش مراكش كاملة، السواق كاملين درتهم. انا الى شتو نجبدو. البوليس ما لقاو حتى شي حاجه وطولوا في العمليه ديال البحث. دازت عوام ولا في عمري 15 عام. خرجت للزنقه والقرايه في الرطفه. قلت للبليه ديريكت ما عادش اللي وقع ليا هو الصدمه اللي وقع لي في الصغر. خلاني عارف غير البليه والزنقه ومساوز ديال الشارع. نتوما راه عارفين تعلمت بزاف د الحوايج في الزنقه. تلاقيت مع واحد الدراري ولينا كنتشمكرو، ولينا عطينا غير السيليسيون. والوالده ولات كتشم فيا الريحه، كنت تعطيني قتله كل نهار شواكل من عندها قتله. عمي اللي قلت لكم عليه ما بغاش يشوفني في هاد الحاله وقال لي انت يا خصك تشد البكالوريا ديالك وندبر لك على شي خدمه زويونه. المهم بقى معايا تبعت من البليه بصفه عام. كنا مريحين في الدرب ومعايا العشران. جا واحد خونا عنده واحد السطافات تيبيع فيها ديك السلعه ديال مولين الحوانت. السلعه اللي تكون خفيفه
تفاشر وهداك العالم. هو كان حدانا، هو فاش بدا واحد الكرطونة من اللور ديال ديك الصطافيط دا مول الحانوت، رجع الطوموبيله حل الباب قدامي، يجبر ليا واحد الشكارة تما فيها واحد كموسة ديال الفلوس. هضرت مع الجميع ملي حدايا وقال لي هاد التحديدة هادي راه تكون فواحد الباركينغ، تكون ما 9 ديال العشية تسالي الخدمة، هي الا بغيتي نضربو هادشي اللي فيها نضربوه. دخلنا عليها ومشينا بالليل لداك الباركينغ، ومنظرنا لقينا العساس ناعس. مشينا نيشان للصطافيط، فرقعنا الباب ودخلنا، هزينا داك الفلوس اللي كانوا فيها ودردكنا. في الصباح تخيلوا معايا شنو وقع اخوشي. مول الصطافيط جاني جا للدار ديالنا، دق فيها وخرجت عنده الوالده، قال لها ولدك سرق ليا الفلوس ديالي اللي كانت عندي في الصطافيط. الولده تصدمات وخرجت تقلب عليا في ديك الصباح. خونا قال الوالده انا نعطيكم 24 ساعه، يا اما تصايبوا لي الطوموبيله ديالي يا اما نصيفطكم للحبس. زيد على هذيك الكموسه ديال الفلوس اللي دينا ليه دارت ليه حرقه، وهي اللي كان جامع في الشهر كامل. الوالده وعمي عياو ما يقلبوا عليا، عمي تيصوني تلقى تليفوني طافي، كذلك الوالده. او هكاك على ديك الحاله تيشعل التليفون ويصوني ليا العموم، قال لي اسمع ديك البراوش، يا اما ترجع الفلوس ولا غتمشي للحبس، وحده في الجوج. خونا راه عاقبك وعرفك شكون. انا اين فوا سمعت هاد الهضره هادي ما لقيتش ما ندير اخوتي، وجبت هذيك الفلوس ورجعت للدار. كليت اكبر قتله ديال العصا بقات عليا هكاك. سيمانه ديال الهضره وانا تنسمع نفس الروتين، الغواج انت ما بغيتش تخدم، انت غير شفار، انت غير طلع لي هادشي في راسي. هنا الوالده زيراج معايا مزيان، بقات تقاتل معايا مسكينه حتى شديت البكالوريا ديالي. العموم دار ما عليه وبغا يدخلني للبوليس، دار المحاوله الاولى وما شي حاجه، يعني ما خدمتش ما والو. المهم دار محاوله، عاود دفع ليا وتقبلت، ضربت الحبس في السطاج وجراو عليا. الوالده كانت فرحانه بيا حيت دوزت 6 شهور ديال البوليس وانا دوزت 3 شهور ديال الحبس. الفيس اللي فيا كنت نسرق للدراري وسط الشكانه، الدراري اللي معايا كل مره كندي لهم تليفون عاقوا بيا وصيفطوني للحبيب بيس. رجعت للدار وبديت نخترق الوالده في الاسباب. لا رجليا مش قدرتش نتحرك بيها ومش قدرتش ندير، رجليا ديما تضرني. المهم ديك الاثار الخاويه اللي نتوما عارفينها اسباب. العموم جاجو الخبار وصلها للوالده، قال لها ولدك راه ضرب 3 شهور ديال الحبس في العسكر. عاوتاني تنقول لكم العسكر والبوليس، ضرب 3 شهور في البوليس، ضربها في الحبس. الوالده سمعت هاد الهضره هادي وهي تسطى، جاتها لاكريز، رجعت للزنقه عاوتاني والتجلويق. الوالده مسكينه بقى فيها الحال وشافت واحد المراه تعرفها وحس راسها. قالت لها واحد الولد عندي غيضيع، هاد المراه هادي خدامه في واحد الشركه، قلت لها دفعي لي السي في ديالو تما على الله لا تقبل. الشي اللي كان دفعت لي ديك المراه السي في ديالي وتقبلت، خدمت سيكوريتي في ديك الشركه. هاد الوطيل هذا كاين في اكادير. بست الوالده على راسها، جمعت حوايجي وانا نشد الطريق. الماكله على حسابهم والكرا على حساب، ماشي مشكل. المهم هي الخدمه. البلاصه اللي خدمت فيها بالضبط هي في مارينا في اكادير، في واحد الوطيل معروف تما. المهم ولفت الخدمه تما وولفت السيرفيس، كلشي ولا تيجيني قريب، وليت معروف تما. تعرفت على واحد البنت وصدقات هاد البنت هادي خدامه في لاكيس اللي في واحد البنكه اللي معروفه، ما نقدرش نقول سميتها. بس الايام بقيت نتعارف انا وياها في التليفون، تلاقينا بقينا على هاد الحاله هادي. طاحت فيا الدريه، طاحت فيها في صراحه الله. ولكن هي تخرج في العشيه وانا تنخرج في الصباح، نتلاقاو غير بالليل ولا نتوما عارفين شنو فيه. داير انا وياها باش نتزوجو نستقرو نديرو العائله. دوزت شهرين في داك الوطيل هما يجريو عليا. بقيت تما في اكادير ولقيت خيتي هي اللي دارت معايا زوين. قالت لي انا نقسم معاك الصبر ونقسم معاك الصالير ديالي، نخلص لك
تيكراو واللي بغيتي. المهم غير بقى حدايا بين ما دبرتي شي خدمة. هادشي اللي كان، واخا هي مخرجة الطونابيلة ديالها كريدي وكلشي عندها مزير، تعاوناش معايا بقيت غادي انا وياها هكا. الدرية اللي قلت لكم عليها هضرات مع المدير عليا انا باش يدبر ليا شي خدمة. فاش جا المدير اللي خاص بالامن ديال السيكوريتي هضرات معاه وعطاتو سميتي ودبرات ليا خدمة بالزربة ديك البنكة، وليت انا هو السيكوريتي فيها. دوزت في هاديك البنكة واحد المدة ديال شهرين وما يحولوني لواحد البنكة اخرى، وليت سيكوريتي فيها. بقيت خدام على هاد الحالة هادي وفكرت انا وياه في الزواج وبدينا كنجمعو الفلوس. كرينا واحد الدويرة على قد الحال وجهزناها وفكرنا باش نتزوجو. مشينا خطبنا ديك البنيتة وسهل فيها الله. هي خدامة في البنكة وانا خدام سيكوريتي، صافي غادا الحياة هي هذيك زويونة. جا واحد النهار جات عندي مراتي وقالت لي خدامة معايا واحد البنت وولدها فيه واحد المرض، وداك المرض نادر. ردوه للسبيطار في الرباط وطلبوا ليه 17 مليون باش يديروا ليه العملية، وهزات كريدي من البنكة باش تاخد هاد الفلوس هادي باش دير ليه العملية، حيت ولدها فايت لي دارت عملية وما نجحت ليه. حيت ولدها فاش دار عملية وما نجحتش ليه. سعيد كان جالس معاهم كيف العادة وكيف كا بنت ليه يضرب الضربة ديالو هنايا. مرتو كتبغي اي حاجة طلبها منا الديرة بكل سهولة. مع دازت الايام سعيد مازالش تدور ليه الفكرة باش يسرق البنكة. حارس الامن ديالنا طلع خطر. سعيد هو ومرتو جالسين تيقلق المرتو وقال لها شحال ديال الفلوس تدخل ديك البنكة. هي تجاوب وقالت ليه حتى 600 مليون 500 مليون عادي. او كيتناقشوا في هذا الموضوع، هي تجي تقول لي 300 وهو تيقول لها لا راه ممكن تكثر، لا هي تجي تقول ليه راه 400 ماكسيموم. هو مابقاوش يتجادلوا مدة طويلة، هو غير كيقلقل السوق. سعيد جاتو الفكرة باش يبدل الموقع ديالو، قرر باش يجي حدا مراتو. البنكة اللي خدامة فيها مراتو ولا فيها سيكوريتي ولا قريب لمراتو ولا يفكر يسرق البنكة. مرتو كيف العادة دخلات ليه المدير قربوا لمراتو، تبادلوا هو والسيكوريتي الاخر ولا خدام هو في بلاصة السيكوريتي اللي كان قدام. دوزت معاهم ايام وانا نساجم، وليت عارف كلشي، وليت نتمشغل في اي حاجة. خسرات بولا نقعد انا نضحك مع المدير، وليت خارقة ديال بصح. وهاد القضية نفعتني ولاو تيثيقوا فيا. خدمت دماغي مزيان ووليت محبوب في ديك البنكة. هادشي اللي كنت باغي وصلت ليه. واحد النهار وانا جالس انا ومراتي وانا نقول لها بالضحك، قلت لها شوفي ديك البنكة اللي خدامة فيها راه بغيت نسرقها. تشوف فيا تصدمات، قالت لي كيفاش؟ واش انت حمق؟ انا وياك غنسرقو ديك البنكة، انتي غتعاونيني والسيدة اللي معاك حتى هي تعاوننا، شحال حنا خدامين في البنكة. بديت كنشرح ليها توقعش معاش تيخدموا الموظفة وشنو كاين تما وهي الدوخ. انا خديت معلومات كامله على داك البنكة فاش كنت خدام معاهم، يعني اي حاجه ما تقدرش تفلت ليا. مراتي ما فهمت والو وشدات في راسها، قالت لي كيفاش انت دير هادشي هذا كامل؟ قالت لي دابا من الاخر واش ضحك معايا ولا تهضر بالمعقول؟ قلت لها تنهضر بالمعقول. قلت لها انا كنحاول نسرق البنكة ولكن حتى شي واحد ما غايق، ومع المدة غنبين لك. بقات كتشوف فيا وما قدرت تقول شي حاجة. جات البيشة وسدات عليها. هنا بقيت نريح مع راسي شويه وبديت فكرت شويه وطلعت لمراكش عند واحد الدراري صحابي. واحد الدراري جوج كنت نريح معاهم، شفار ديال بصح ولكن عقل. هضرت معاهم وقلت لهم شوفوا انا نهضر معاكم بجوج هضرات، يا اما غتسمعوا لي داكشي اللي تنهضر حيت تنهضر من نيتي، يا اما
غترجعوا للور واش خليوني نكمل في هادشي بوحدي. قلت لهم غنسرقوا بنكة. بداوش يضحكوا. صاحبي قال لي انت مالك حماق، صاحبنا في ميريكان. قلت ليه شوف الدور ديالكم. شزوا عليا جنويه جنويه جنويه، غتلقاوني مريح قدام الباب ديال البنكة. غتلقاو واحد البنت وحده اخرى قدام لاكيس، غتشدوها هي وتشدوني انا. قلت للاخر اللي معاه سمع لي، غتبقى شادني شانقني مزيان، غتبقى مقربني حتى لاكيس، غتجمع هادوك الفلوس كاملين في الصاك، غتقربني حدا الباب، غضربني الراس تخليني طايح تما. دابا من الاخر فاش نبغيكم غنصوني ليكم ونوريكم داك الشيء اللي كامل اللي باغيين تعرفوا ان شاء الله. خليتهم وشديت الطريق. رجعت في حالي لاكادير، ريحت في الدار وبقيت كنخطط مزيان لهاد العمليه. المهمه الثانيه كانت عندي هي نقنع هذيك المعفره اللي كانت خدامه معنا في لاكيس. كانت ساهله حيت طالع على الكل. قلت لمرتي ودرنا عراضه وعرضنا عليها وحاولت باش نقنعها. ردات عليا قالت لي صافي راه طلقات مع راجلها ومسكينه باغا تقلب على ديك 20 مليون باش دير لولدها اوبيراسيون. قلت لي صافي كون هاني. انا العشاء بدينا كنتعشاو وهضره كتجيب هضره وانا نسولها. قلت لها شوفي شحال خصك ديال الفلوس؟ هي تجاوبني قالت لي البنكة كتسالني 20 مليون وكنحاول نتسلف منها ولكن ما في هاد الدوسي ماشي بغاوش يعطيوني. قلت ليها الا جبت لك 40 مليون شحال تعطيني؟ اش كتشوف فيا؟ قلت ليها غنعطيك 40 مليون، 20 مليون دير بها اوبيراسيون لولدك و 20 مليون الاخرى تستمتع بها وعيشي بها الحياة انت وياه. بقات كتشوف فيا وتقول لي كيفاش. قلت لها غدا فكري في هذا الموضوع مزيان وغدا غنتصل بك وردي عليا 40 مليون هاديك. غدا نفطرو مجموعين ونحاول نشرح لك كلشي. جا الصباح وبدينا كنفطرو وانا نجي من الاخر. قلت لها شوفي هذيك البنكة اللي خدامين فيها كاملين غنسرقوها. وهي تشوف مرتي بدات تضحك. قلت لها مالو حماق هذا؟ قلت لها تا مالو هبيل شمن سرقة ولا حنا فين في فيلم؟ قلت لها شوفي انتي ما غديري والو، شوفي واسكتي. جمعنا الوقفه وقلت لهم شوفوا غنمشيو للخدمه بحال ما كاين والو، كل واحد يمشي للبوست ديالو. تفركتنا وشدينا الطريق ديال البنكة، كل مشى بوحدو. بقيت مبرزط مع راسي حيت الوقيته اللي كيخرج فيها الكوميرسيال مره مع ما بين الوحده والجوج، وبعض المرات كيخرج للجوج. المدير كيجي معطل، مرة يجي مع 11 مرة يجي مع 10. حتى الحماق نيشان داكشي معنكش عندهم، مرة خارج بكري مرة خارج معطل. المهم داكشي راكم عارفين. بقينا مركزين مزيان مع العملية ديالنا ولقينا بلي الفلوس كتجي نهار الخميس. انا بديت كنفكر كيفاش نخبي ديك الفلوس كاملين من دابا. دويت مع الوالده ديالي في مراكش وقلت لها شوفي غنصيفط لك واحد الثلاجه وديك الثلاجه ديال واحد الناس كاينين في تشازا، ونشي الدور ديالك تخلي عندك السيروج حيت الدار مهجوره مكيجي لها هادشي شي واحد. ديك الثلاجه ما كانتش خاويه، ديك الثلاجه غنخشيو فيها الفلوس. تعرفوا ديك البلاصه اللي تكون خاويه ما بين لاسباس اللي تيكون ما بين الومنيوم وديك اللعيبه ديال البلاستيك، الفرش الداخل غنخويوه ونعمروه بالفلوس. فكرنا باش نضيو ديك الثلاجه، كرينا كراج وريقلنا المسائل ديالنا مزيان وركبناها في واحد الهوندا وطلعنا لك الدوار في النواحي ديال تشازا. الرجل صاحب شمراتي جات عند مراتي قالت ليها ولدي راه تزاد عليه الحال وخصو العمليه ضروري، وبقات كتبكي مسكينه. جريتها لواحد القنت وبديت كنهضر معاها. قلت لها شوفي نهار ديال العمليه غيجيو واحد جوج دراري. قلت لها انت غتبقاي ضاربه السكاش غيجروك لاكيس ما تبركي على البوطون لا على والو، ديري داكشي اللي غيقولوا لك وسكتي. غيضربوني راسي وغتبقاو تغوتوا ونخرجوا عادي. صونيت لديك الدراري وقلت لهم الدراري دبروا على موطور وطلعوا عندي ضروري.
الدراري تا هما ناضيين حريقة سرقو موطور من اكادير وطلعو عندي لمراكش. صيفط ليهم اللوكاليزاسيون ديال الكراج اللي كريتو، مشاو باتو فيه حتى الصباح. قلت لهم مع 8 غتدخلوا للبنكة وجدوا راسكم. هنا صونيت الوليدة وقلت ليها شوفي، الا شدوني انا والمدام وبداو كيستوجبوني نتيا ما تقولي والو، دير راسك ما عارفه شي حاجه، مثلي عليهم مزيان وان شاء الله يكون الخير. تافقت مع الناس اللي غيديروا تافقت مع السكواد ديالي الصغيره وقلت لهم شوفوا، الا شدونا البوليس هضروا عادي بحال ما كاين والو، شي نتوما راه هجموا عليكم وكنتو غير جالسين تديروا خدمتكم، تدرموا علينا وما فهمنا والو، والخلعه نتوما راكم عارفين مثلوا عليهم مزيان. المهم هاد القضيه هادي كانت مسوقره. الدراري مع الصباح كانوا ناضين، مع الصباح لقيتهم قدام البنكه بعادين شويه على البنكه تقريبا، شيرت لهم بيدي بحال هكا شيروا ليا بالعياقه داكشي عندكم تصاحبوا داكشي مورق. وصلت الوحده وجات وقت العمليه، وصلوا خوتنا ضاربين الكاكولات دخلوا للبنكه ويترون. وصلوا عندي انا الاولاني، انا درت راسي كنقاومهم هم، شدوا رجليا وما يحطوا ليا قدام الباب ديال البنكه باش ما تسدش علينا البنكه. مشاو ديريكت البنت اللي خدامه معانا وما يديروا ليها واحد ديريكت للوجه وما يديوها الكوفر فور وقالوا لها حليه. جمعوا كاع الفلوس اللي كاينه تما وما يضربوني بالراس ديالي واحد الموس، خلاوني طايح تما كل دماياش. المهم في السلام هما العمليه جمعوا الريال السعودي، جمعوا اورو، جمعوا دولار، جمعوا ريان، جمعوا كل شيء ما خلاوش شي حاجه، داروا شطابه. الدراري خرجوا ركبوا في الموطور مشاو ديريكت للكراج وبداو كيعمروا ديك الثلاجه. كملوا هادشي كامل، داو الموطور لاحو في واحد البلاصه وطلعوا لاكادير. هنا الترونات ديال بصح جاو البوليس، جاو المخابرات، ترونات ديال بصح في البنكه. بداو دوك الاسئله ديال فين كنتي نتا، فين كنتي نتا، شنو كنتي تدير معايا، شنو كان معايا كدا، فين كنتي النهار الفلاني، اسئله ديالهم. المهم البوليس بغاو يستفزونا مزيان باش يعرفوا ماكسيموم ديال الاجوبه. المده ديال 3 ايام هما تيستجوبونا، طلع هبط طلع هبط. انا جلست 3 ايام في السبيطار غير دانون، ما باغاش نوض ليهم من ناموسيه، درت فيها مريض وبقيت طايح تما. الدراري اللي كانوا معايا في العمليه رجعوا للكراج، حلوا الثلاجه، داو 40 مليون ديالهم، 40 مليون لواحد، 40 مليون لواحد، خلوا الفلوس تما وخلوا الثلاجه وسدوا الكراج ومشاو. ما عرفتهمش علاش داروا هكا. الوليده جات للكراج وهزت ديك الثلاجه وداتها للدوار وحسبت ديك الفلوس وقالت لي شنو كاين. دازت واحد المده وفركتونا، كل واحد عطاو في البلاصه ديالو. داوني انا لواحد البنكه وداهم راسي لواحد البنكه وصاحبتها هي داوها لواحد البنكه تخدم تما. قلت للوليده شوفي 40 مليون صيفط على هاد العنوان هذا، وهضرت مع صاحبتي مرة شي قلت ليها شوفي ولدك ما تبديش تخلصي فلوس ديال العمليه في دقه، بديش خلصي ب5 المليون، ب5 المليون باش ما يعيقوا بوالو. دازت المده ديال 5 شهور مراتي دارت فيزا سياحيه. اتفقت انا ومرتي باش نمشيو لبرا. دويت مع الوالده وقلت ليها شوفي غتعطيني واحد الراجل كاين في طنجة كتعطيه 10 المليون وكيعطيك 10,000 اورو. اتفقت معاه وقلت ليها شوفي كل سيمانه تهز 40 مليون وغتصيفطيها على داك السيد باش يصيفط لنا لاسبانيا باش تولي عندنا 40,000 اورو. قلت ليها الوالده الفلوس ما تحاوليش تستعمليهم بزاف، لا من غير لا استعملتي شي بركه كنتي محتاجها. قلت لها الوالده راه ما رجعش للمغرب، انا ومرتي راه نعيشو تما.